السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا كده صلوا بينا على النبي. ثانيا لو مش مشتركة في القناة اول مرة تشرفيني، اتمنى تشتركي وتشرفيني باشتراكك وتفعلي لي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، عشان عيلتي تكبر بيكم ان شاء الله. ثانيا كده ما تنسيش تحطوا لايك للفيديو، لان انا معايا تركات حلوه قوي النهارده في تخزين الباميه وازاي هقولك تقعد. وهقولك ازاي قصدي تقعد معاكي من السنه للسنه في الفريزر، ما تغيرش لا طعم ولا لون ولا ريحه ولا اي حاجه خالص. تابعي معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي كل التركات اللي انا بعملها كل سنه في خزين الباميه. اولا كده دي الكميه اللي معايا 8 كيلو من الباميه، جايه في بعضها كبيره في صغير في وسط في كله. ثانيا البامية دلوقتي نزلت في السوق كله عامة. يعني في الأسواق كلها الكيلو ب20 جنيه. فأنا جبتها من جنب البيت من واحدة فلاحة جمعتها لي الصبح بدري على 15. تمام. فبالنسبة للبامية والسنة اللي فاتت وأسعار البامية ده حلو جدا، يعني الحمد لله. السعر نزل شوية عن السنة اللي فاتت بكتير. تمام كده. زي ما انتوا شايفين كمية البامية اللي معايا، انا اول حاجة هسردها الكبير من الصغير. الوسط انا هسيب الصغير والوسط هتتعمل بامية عادية للطبيخ، والكبيرة قوي هتتعمل ويكا. تمام. زي ما انتوا شايفين احسن نوع لتخزين البامية البلدي، الحمرة اللي تلاقي فيها ناحية كده حمرة محمرة كده وجميلة. أهم حاجة البامية تكون معاكي طازة، ما تكونش دبلانة، عشان بيفرق جدا في طعم البامية والريحة ولون وكل حاجة. تمام. يعني دي برضو تركاية معينة، لازم البامية تكون طازة. زي ما انتوا شايفين انا نزلت بقى بالعدة بتاعتي، فطبعا عمري ما هقدر ان انا اقمع البامية دي كلها وانا واقفة، فقعدت في الصالة وبالمعدات بتاعتي بقى، وابتديت ان انا اقمع البامية. زي ما قلت لكم انا فرست البامية، كل حاجة اعملها لوحدها تتعمل برضو لوحدها علشان اسهل على نفسي الوقت. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. برضو تركة معينة البامية ما تقسميهاش من النص. يعني احنا ما بنيجي نقمع البامية بنقوم مدينها خط كده بحرف السكينة، يا دوب بس خط صغير جدا في القرن بتاع البامية نفسه. لا، انت هتخزنيها البامية ما يكونش فيها حاجة، تبقى البامية سليمة، انت بس تقمعها من فوق ومن تحت وبس على كده. ما تدهاش الخط اللي هو في النص ده برضو، علشان البامية ما تتهريش معانا، وخصوصا البامية الصغننة اللي انتوا شايفينها دي، هي فيها صغير وفيها وسط وكبير زي ما قلت لكم. تمام. دي تالت تركاية معايا. اول تركاية ان البامية تكون طازة وحلوة. تاني تركاية البامية تكون بلدي اللي هي الحمراء، عشان بيفرق جدا. البامية بتكون مسكرة وجميلة سواء في الخزين او في اي وقت بتاكلي فيها. تالت حاجة البامية تقمعيها انت، بس بتشيلي العنقود البامية من فوق، والحتة الصغننة اللي بتبقى في الاخر ما تديهاش الخط من النص، عشان الخط بيخليها تتهري معانا. علشان خاطر احنا بنديها بس صدمة كده في المية السخنة بالإضافات اللي احنا هنضيفها، هتتلك في الفريزر، هتقعد بقى على حسب تقعد معاكي كام شهر أو كام سنة. يعني أنا الصراحة السنة اللي فاتت فضلت عندي بامية من السنة اللي فاتت لحد أول ما البامية طلعت الموسم ده. يعني متخيلين قعدت معايا من الموسم للموسم، فقعدت معايا سنة كاملة. فده امشي معايا مع الخطوات عشان تقعد معاكي نفس ما زي ما انا بعمل لنفسي هقول لكم تعملوها ليكم بالظبط. تمام كده. هبدأ ان انا اقمع البامية الاول، اقمع الكمية كلها، وهعمل كله علشان اخلص بسرعة. تمام. عايزه اقول لكم على حاجه تانية، حاولوا ان انت مثلا تجيبي من الناس اللي هي الفلاحين دول، ان انت مثلا ما تجيبيش من السوق اللي هي الخضار اللي بيبقى مركون في المحلات الخضار وكده، بتبقى الخضار عندهم مركون كذا يوم وفتره كبيره. فخليكي مع الناس الفلاحين. تمام. لان بيكون حاجتهم مضمونه الصراحه. عندي حلة كبيرة أكتر من نصها شوية مية، ليمونتين أو تلاتة تقريبا، عشان حجم الليمون كان صغير. وكيس بيكنج باودر.
انا هعمل شويه الباميه 8 كيلو، 2 كيلو طلعوا كبار ويكا و6 كيلو صغيره في وسط. الويكا هتتعمل لوحدها، والستة كيلو هيتعمل على المرحلتين، كل مرحلة 3 كيلو. أول 3 كيلو 3 ليمونات في المية زي ما انتوا شايفين قبل ما تغلي بحوالي 5 دقايق، وكيس بيكنج باودر، يا بيكنج باودر يا كربوناتو. لو هتحطوا كربوناتو من معلقة لمعلقة ونص كبيرة مليانة حرامية. تمام. لو هتحطي بيكنج باودر حطي كيس، تمام، كيس كامل. زي ما انتوا شايفين البيكنج باودر فوائده ايه بقى؟ ان هو بيحافظ على لون الباميه، بيديها لمعان واضح جدا وهتشوفوه في الفيديو دلوقتي. وبحافظ على القرشه البسيطه اللي في الباميه، يعني انت مثلا مهما تقعد معاكي في الفريزر ما تطروش. دي مشكله بتقابل كل ست بيت، ان هي لما تيجي تخزن الباميه بالذات، ان هي تيجي تطلعها تلاقيها طريه كده، او تحسوا ان هي مجلده سنه كده. هنا خلصت الجزئين. طبعا انا ما كترتش علشان يعني مثلا ما صورتش جزئين علشان خاطر الفيديو ما يطولش معاكم. تمام. كل جزء بتغيري الميه. هنا الباميه الويكا، هو انا قلت لكم ان انا هعمل الباميه الويكا على طول. انا ما عملتش في نفس اليوم، يعني انا ما خزنتش في نفس اليوم، انا قمعت وظبطت وخلصت وقطعت الباميه الويكا. وكانت غلطه مني ان انا قطعت الباميه الويكا وما عملتهاش في ساعتها، انا كان حصل عندي ظرف كده وما عرفتش ان انا اعملها في نفس اليوم، فحطيتها في التلاجة فاغمقت شويه. انتي يعني تكوني خلاص ضامنه ان انتي هتعمليها وتخزنيها في نفس اليوم، قطعيها. هتعينيها لتاني يوم وتعمليها، سيبيها زي ما هي، قطعيها قبل العمايل على طول عشان ما تاخدش اللون مثلا تغمق او كده. بعد ما بتخلصي بتحطيها في مصافي، بتصفي كل المية منها تماما، ميكونش فيها ريحة مية خالص. تفردي حاجة كبيرة كده في صالة أو مكان واسع تحت مروحة، تكون مروحة شديدة كده حلوة. تمام. أنا هنا فرشت في الأرض ملاية تحت مروحة، وبدأت إن أنا فردت عليها البامية كلها. الفرشة اللي تحتها امتصت أي بواقي مية فاضلة. تسيبيها بقى ساعة 2 على قد ما تسيبيها. المهم ان قرن البامية نفسه ما يكونش فيه ريحة المية خالص. المية لو فيها مية، المية بعد ما تفضل في الفريزر فترة، كل ما هتفضل في الفريزر كل ما هتتلج. فالتلج اصلا بيبوظ اي حاجة، يعني التلج لو دخل اي خضار بيبوظه. فاحنا مش عايزين اي تلج يكون في الباميه. فبنشفها كويس. بعد الباميه ما نشفت زي ما انتم شايفين قدامكم، القرن ناشف تماما، لا لازق في بعضه ولا منزل الماده اللي هي السايله بتاعه الباميه دي ولا اي حاجه. زياده تاكيد ان هي كده مظبوطه معاكي وتمام. منديلين حلوين كده من مناديل المطبخ، وابداي ان انت نشفي فيها كده كلها. المنديل طلع ناشف يبقى تمام واشتغلي وزي الفل. في اي حاجه في المنديل نشفي، يا تنشفي بقى بمناديل يا تسيبيها لما تنشف تحت المروحه. اهم حاجه ما يكونش فيها ميه خالص، لان الميه زي ما قلت لكم هتخليها تسود معاكم، وهتغير طعم ولون وريحه وكل حاجه. عايزاها تفضل من السنه للسنه ما يكونش فيها ميه خالص. والكلام دوت ما ينطبقش على الويكا، لان الويكا متقطعه زي ما انتم عارفين ان الويكا بتنزل الماده اللي فيها دي اكتر من الباميه دي عشانها متقطعه، ده شيء اكيد. فهنحطها في مصفى تنزل كل الميه اللي فيها برضو، تكون معدومه خالص ما فيهاش اي ريحه ميه، وننشفها بمناديل على قد ما نقدر ونعبيها. انا هنا بعد ما خلصت الكميه، ما شاء الله، الباميه العاديه عملوا لي 6 اكياس زي ما انتوا شايفين، والباميه الويكا عملوا لي 5. الباميه العاديه الكيس كان حوالي كيلو الا ربع او اقل، يعني في اكياس كيلو الا ربع واكياس اقل من كيلو الا ربع بحاجات بسيطه. الباميه الويكا الكيس كان نص كيلو. بالنسبة للوزن والحجم ده بقى انت بتتحكمي فيه على حسب افراد اسرتك قد ايه، او انت عايزة حجم الكيس يبقى قد ايه. انا بعمل الكيس على قد الطبخة بالظبط، فهو ده الحجم المناسب ليا. شوفي انت الحجم المناسب ليكي وتمام، ممكن يجي اكتر معاكي وممكن يجي اقل. تمام كده. كده الفيديو بتاعي خلص معاكم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا مني ولو حاجة بسيطة. اقول لكم تاني، لو مش مشتركين في القناة شرفوني باشتراككم ولايك جميل كده للفيديو عشان انا تعبت في الفيديو ده جدا، وكومنت برضو جميل كده يحفزني، وقولولي بتتابعوني من اي بلد علشان ده بيفرحني جدا لما بعرف الناس بتتابعني منين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.